مطبخي بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. عملت لكم النهارده اصابع جيجي، سهله وبسيطه ومش مكلفانا اي حاجه. يلا نشوف المقادير. نص كيلو من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الخميره، رشه من الملح، وهقلب. هاتيلي نص كوبايه سمنه على زيت وهنحطها على المواد الجافه اللي جهزناها ونقلب. وهنا كده هنزل بقى ابس العجينه، اشربه كل السمنه اللي حطيتها. شويه بقى الا ربع من الميه الدافيه، وهنزل على العجين بتاعي بالشكل ده واقلب. تمام قوي. هي خدت معايا بالظبط كوبايه الا ربع من الميه. تمام، هقلب الكلام ده كله. هستخدم بقى ايدي واختم العجينه كويس، يعني هدلك فيها ايدي شويه بالشكل ده. نسيت اقول لكم ظرف من الفانيليا هحط عليها، المفروض نحطه مع المواد الجافه، بس انا حطيتها على العجينه و دلكتها كويس قوي، وهسيبها تخمر ساعه الا ربع. اهم حاجه نحطها في مكان دافي. كده العجينه بتاعتي اختمرت معايا، خدتها وقطعها على شكل دوائر بالشكل ده. وعشان اظبط المثلث بتاعي استخدمت طبق او قطاعه عندك باي حاجه. ابدأي اعملي على شكل دايره وقطعيها مثلثات، وشكليها على شكل كرواسون بالشكل ده. سهله وبسيطه ومش مكلفانا اي حاجه. وانتي بتلفي العجينه بالمثلث كده اتكي شويه بصوابعك عشان ما تفكش منك في الزيت. دي كل الكميه. بعد كده بنقليها في الزيت بالشكل ده. اهم حاجة مجهزة سيرم تقيل جنبي، باخد اللي قليته بروح منزلاه في السيرم، اديله تقليبة واحطه في المصفى جنبي. تمام بالشكل ده. طبعا بقى تمشي معاها اي صوص عندك، صوص كراميل، شوكولات، لوتس، ايه اللي موجود عندك حطي جنبها. وصفتنا خلصت. اصابع الجيجي سهلة وبسيطة ومش مكلفنا اي حاجة.